اهلا وسهلا بكل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك. النهارده هنتكلم عن الحلقة الثالثة من سلسلة قصص اغرب من الخيال لكنها حقيقية. وقصتنا النهارده مرعبة وغريبة، بس فعلا حصلت حقيقي. راجل مات وقلبه وقف، لكنه رجع بعد 10 دقايق ووصف اللي شافه بعد الموت. الموت كلمة اللي كلنا بنخاف نسمعها، لكن يا ترى ايه اللي بيحصل بعد الموت؟ نهاية ولا بداية لحاجة تانية؟ قصتنا النهاردة راجل وقف قلبه فعلا، والطب أعلن وفاته وأهله استعدوا وفتحوا التراب، والأهل طلبوا دكاترة من خارج المستشفى بناء على رغبة الأم اللي حاسة إن ابنها ما ماتش. والدكتور اللي جه من خارج المستشفى اكتشف فعلا إن المخ شغال بنسبة 30%، لكن القلب واقف. والطبيب قرر إن الراجل ده محتاج لحقنة غالية شوية، بس لما خدها فعلا قلبه اشتغل. وبعد الراجل ما فاق وحكى تفاصيل تخلي جسمك يقشعر، اللي شافه بعد الموت عمره ما كان يتخيله، ولا حتى أهله اللي حواليه صدقوا بسهولة. في سنة 2023 في مدينة في مصر، راجل مصري عمره 37 سنة كان راجع من الشغل وهو سايق عربيته. العربية خرجت عن الطريق بعد ما كان وصل للمستشفى. قلبه وقف تماما لمدة 10 دقايق. ال10 دقايق دول منعوا الأكسجين يوصل للمخ. الدكاترة حاولوا بكل الطرق، مفيش فايدة. القلب واقف، لكن الأهل طلبوا طبيب من خارج المستشفى، طلب له حقنة غالية تشغل القلب. أنا كنت هناك وشفت ده بعيني. ولما سألوه رحت فين، رد وقال أنا حسيت إني طاير فوق جسم شايفهم بيشتغلوا عليا. بعدين كل حاجة حواليا اختفت، وبقيت في ممر طويل ضلمة، بس في آخره نور أبيض قوي مريح مش مؤذي. كل ده الأهل خلاص سلموا إنه مات، لكن الوحيدة اللي حاسة بابنها هي أمه، حاسة إنه لسه ما ماتش. كل الأهل بيستعدوا للدفن، والأم تقول لأ ابني ما ماتش. والابن بعد ما رجع بيقول إنه سمع صوت بيكلمه، لكن مش صوت بشري، صوت جواه بيقول لسه ما خلصتش، لسه في حاجات لازم تعملها. شاف جواه ناس ماتوا قبله، جده وجدته، بيقول انهم كانوا واقفين وبيبتسموا له، لكن محدش فيهم اتكلم معاه. فجأة حس بنبض قوي جدا في صدره، وفتح عينيه على الدكاترة وهما بيصرخوا رجع رجع. ومن وقتها سعيد اتغير تماما، ساب شغله وبدأ يحكي عن تجربته في المؤتمرات الدينية، وبيحكي ان الموت مش نهاية، دي بوابة، بس مش كل الناس بيرجعوا يحكوا اللي شافوه. والغريب ان ابحاث اتعملت على ناس قبلهم وقف قلبهم وقف وتم تسجيل نشاط في المخ بعد توقف القلب بدقايق. يعني الجسم بيموت بس المخ بيكمل ويشوف ويحس شوية كمان. فهل ممكن اللي بيحصل بعد الموت يبقى اكتر من مجرد ظلام؟ وكل ده عذاب للأم اللي شافت موت ابنها بعينيها. ولو عرفت انك هتموت وترجع دقيقة بس، تحب تشوف ايه وتحب تسأل عن ايه؟ اكتبولي في التعليقات وشاركوني رأيكم. هل تؤمنوا ان في حياة بعد الموت، ولا دي كلها خيالات؟ بس القصة دي بالذات حصلت حقيقة فعلا. ولو عجبكم القصة استنوني في الحلقة الجاية، هنتكلم عن طفل صغير بيحكي تفاصيل حياة شخص مات من 50 سنة، وبيوصف بيته ومراته وأسراره مع إن عمره ما شافه. فعلوا الجرس واعملوا لايك علشان الغرايب لسه ما خلصتش. وسلام يا حبايبي.